أسعد الله مساءكم بكل خير. ماذا يحدث في الوطن؟ ما الذي يحدث في الوطن؟ غلاء في الأسعار، أم مشروع قانون جائر للإيجار القديم أشعل الفتنة في البلد والغضب الشعبي لملايين من الناس، أم هجوم كوني من الدول العظمى كأمريكا أو الدول الشقيقة كالخليج علينا وعلى نظامنا السياسي وعلى البلد، وكأن البلد أصبحت لعبة عروسة في إيديهم، بيهددوا الرئيس بانتزاعه من السلطة، وكأن احنا مش موجودين، كأن الشعب مش موجود، كأن الرئيس هم يقدروا يقودوا الناس لغضب وثورة على النظام وعلى البلد. هم ليه واثقين كده؟ هم ليه يعني ايه اللي هم مستقوين بيه؟ اللي هم مستقوين بيه في الحقيقة هو الشعب يا ريس. الشعب. أمريكا مستقوية بالمصريين على النظام. ده مش كلامي، ده كلام رئيس المخابرات الأمريكية بالمناسبة. هو قال في حديث لي فيديو عندي ومعلن موجود على اليوتيوب إن إحنا لما بنحب نهدد نظام أو نوقع نظام من أنظمة الشرق الأوسط، بنعمل حاجة واحدة بس، بنقول له إن إحنا هنرفع ايدينا او هنوجه your own people، يعني الناس بتاعتك ضدك. الناس تتوجه في حالة واحدة بس، لما يبقى فيه انعدام للأمل، لما يبقى فيه غياب للشفافية، لما ما يبقى لهمش دور. الشفافية مش لازم تكون في كل حاجة، في حاجات كتيرة جدا لازم تكون سر يعرفها بس المسؤول الكبير والمسؤولين الكبار. حاجات كتيرة جدا، الشؤون العسكرية، الحاجات في جوه الاقتصاد، ولكن في المشروع القومي او الخطة اللي الدولة رايحة لها او مستقبل الوطن لازم يكون معلن للناس. ما تعودناش على ده في عصر مبارك، لان مبارك كان محلك سر، ما عملش اللي الرئيس السيسي عمله، ولا الاستثمارات اللي حصلت، ولا تطوير البلد. مبارك ما كانش عنده حاجة يقدر يتكلم عنها ويقول انا عملت دي ليه وعايزين نروح بيها لفين. الرئيس السادات كان في حرب وما خدش الفرصة رحمه الله ان هو يبتدي يعمل زي ما الرئيس السيسي عمل، يطور في البلد حقيقة. وفتح التجارة بس لان الناس كانت مخنوقة، سنين الحرب ونقص السلع والمنتجات. وقبليه الرئيس عبد الناصر كان خارج من عهد الملكية بيبني المصانع والسد العالي، وبعدين إسرائيل دخلت الأول عدوان 56 وبعدين 67، وكنا طالعين من هزيمة طاحنة، ما خدش فرصته برضه. لكن في الحقيقة الرئيس السيسي يمتلك كل المقومات التي تعطي الأمل في بكرة. احنا بنينا الأساسيات كلها، نقدر نتحرك في صناعة وفي زراعة وفي تجارة، عندنا المواصلات وعندنا المخازن وعندنا مخازن البترول وعندنا محطات الكهرباء وعندنا بتاعة الغلال اللي هي اللي بيحفظ فيها الغلال، وعندنا ترع اتشقت ومسارات مية رايحة في الصحاري تعمر وتبني. نكتفي بهذا، يعني نكتفي بقى بالأسفلت والأسمنت، نكتفي بهذين العنصرين بقى خلاص في استثماراتنا وفي صرف فلوسنا. الاستثمار العقاري طبعا رقم واحد، وأراضي الدولة شاسعة، احنا عايشين على 6 ولا 8 ولا 10% من مساحة مصر، فعايزين نستثمر ده بالتأكيد، بس نتوقف مرحليا عن الأسفلت والأسمنت ونبتدي بقى نستثمر في البشر،
في استخراج العقول النيرة من المصريين، في الحوكمة، وان احنا نعمل ادارة تطلع بينا لقدام يا ريس. احنا عايزين نخرج بره الصندوق، عايزين نبتدي في كل المجالات اللي تساعد مصر. نشوف ايه مقوماتنا. عندنا شوية مية، يبقى احنا هنزرع زي ما حضرتك عملت، و2 مليون فدان ورايحين لهم ان شاء الله. الصناعة لازم نجود المنتجات بتاعتنا يا ريس. احنا عندنا منتجات سيئة جدا. عندنا المنتجات الكويسة كلها بتتصدر طلقة نار. مصانع كتيرة في مصر بتصدر بس قليلة، يعني ناس كتيرة فعلا بس بالنسبة لاقتصاد البلد قليلة. احنا عايزين كل المصانع تبقى بتخرج منتج نهائي بجودة عالية. عايزين تسهيل في التصدير، عايزين تشجيع للمصانع، عايزين الشباب تعمل افكار نيرة ازاي نشجع الصناعة، ازاي نشجع الحاجات اللي احنا شاطرين فيها. النسيج القطن المصري ده اسطورة في العالم كله. عايزين نحقق الاسطورة في البلد دي، ويبقى ليه القطن المصري يبقى ليه 20% من اقتصادنا، ليه دور ننجمه. نعمل كل الصناعات القطن المصري، نحتكر القطن المصري احنا بس اللي نصنعه، ونعمل منه كل البراندات، ونقول للشركات انتوا لازم تيجوا عندنا تعملوا اللي بتعملوه، واحنا نعمل شركات منافسة كمان بأسامي مصرية جديدة. نبني براندات يا ريس بالقطن المصري بتاعنا. رملة السيليكا، الرملة البيضة بتاعت السيليكا اللي احنا عندنا منها 96% من مخزون العالم كله، وشوية في أمريكا 4%. نحتكرها يا ريس، نحتكر احنا صناعات الشيبات والحاجات دي كلها. لا، احنا عندنا السورس بتاع المادة الخام. نضيق، بلاش نحتكر يا ريس، نضيق، نديهم شوية قليلين، ونقول زي ما السعودية قالت: اللي مش هيبني عندي استثمار وشركة او مصنع مش هديله المادة الخام. مش هيبيع في السعودية. احنا مش هنقول لهم بقى مش هيبيعوا في مصر، لان مصر سوق بالنسبة لهم هيبقى بسيط، لكن هنقول لهم مش هنديكم المادة الخام. لازم تعملوا عندنا تصنيع الشيبات ورقاقات وكل شيء الكتروني بيتصنع من السيليكا بتاعتنا، من الرملة البيضة بتاعتنا النادرة اللي نسبة نقائها 98%. نشوف ايه السترينجز بوينت بتاعتنا، ايه نقاط القوة. احنا عايزين نعمل ماركتنج للبلد يا ريس، عايزين نعمل ماركتنج، عايزين نعمل تسويق للبلد. احنا عندنا السياحة التسويق بتاعها ضعيف جدا جدا جدا، بدائي. وعايزين ننظم المواقع السياحية بتاعتنا انها تكون مشرفة وعالمية. عايزين نعمل فرق كاملة وادارات كاملة ووزارات كاملة بس للجودة، جودة زيارة السائح من ساعة ما يعني تتحط على ارض مصر، من وهو نازل من الطيارة لغاية ما يروح. وعايزين نبني فنادق يا ريس. عايزين نعمل مدينتين جداد يا ريس على البحر الاحمر. البحر المتوسط خلص، احنا داخلين كده على مرسى مطروح، مش عايزين نهجر اهلها. والنبي يا ريس الحكومة هتخترع لنا اختراع في السنين اللي جاية: بلاش نهجر اهل مرسى مطروح والنبي عشان نبيعها للمستثمرين. كفاية. احنا دلوقتي عندنا البحر الاحمر ممكن نبني فيه مدينتين جداد يا ريس. زي ما فكرة العاصمة الإدارية الجديدة حضرتك عملتها، وحولت التراب والرملة والمتر ابو 10 جنيه لأغلى متر في البلد دلوقتي، سكني وتجاري وإداري. عايزين نعمل مدينتين سياحيتين كبار في البحر الأحمر يا ريس. استثمارات مصرية. خلي المصريين يطلعوا لتحت البلاط بمزاجهم يا ريس، والنبي بمزاجهم يا ريس. بلاش يبقى بالضغط. المصريين جدعان وعندهم الشهامة يا ريس. استغل ميزة موجودة في شعبك مش موجودة في كل شعوب العالم أو في معظمهم. عندنا نخوة وعندنا مروءة وعندنا شهامة. العب لهم بس في الحتة دي يا ريس، وهم هيروحوا معاك للمريخ. هيسبقوا إيلون ماسك قبل ما يوصل هنكون احنا المصريين هناك. مصر فيها الكثير من العباقرة والأبطال والشرفاء. الشعب نفسه شعب فرعوني قوي. اليأس والإحباط حان ظهره يا ريس، والفقر والعوز زي ما حضرتك قلت. الدول اللي اتبنت من جواها يا ريس بناسها، كانت تركيا ولا
ولا مهاتير محمد، ولا حتى الراجل اللي هو لولا دي سيلفا بتاع البرازيل. تجارب كلها ملهمة. احنا عايزين، احنا مش اقل منهم يا ريس. احنا لازم نتحرك بولادنا لبلدنا. حضرتك بالنسبة لنا زي لولا دي سيلفا وزي مهاتير محمد وزي المرشد اللي هو اللي بتاع ايران خامنئي. انت رمز بالنسبة لنا اكبر من ان انت رئيس. يا ريس انت انقذت الوطن وانقذت البلد وبنيتها وعمرتها. لازم يتحرك من تحتيك شباب يا ريس بعد كده، ونبتدي نشوف احنا عندنا ايه نفاوض بيه ونتحرك بيه ونبني عليه. مش هينفع ان تفضل امريكا والبنك الدولي بيزقوك وبيزقونا على طرق وعلى حاجات هتحدث الشقاق والفتنة المجتمعية. وزي ما انت قلت قبل كده يا ريس وتجنبت ده سنين طويلة، ان اهلها يقوموا يهدوها. مش عايزين ده يحصل يا ريس. هم هيسعوا لده بكل طاقتهم، ولازم حضرتك تسعى بكل طاقاتك وشرفاء الوطن وكل الأجهزة وكل الدولة، لأن الناس تتكاتف وإن الشعب يلتف ورا نظامه ورا مؤسساته، ويحصل بناء حقيقي في الوطن يا ريس بمشروع قومي جديد. مشروع قومي يبقى سريع المفعول بقى، مش سريع يعني بكرة، يعني سنين الناس تكون لمساها. خطة خمسية يا ريس، ونبتدي نقلص في الدين العام بتاعنا، ونبتدي نتحرك ونشوف يعني على الأقل ثبات للأسعار. بلاش إن الحاجة ترخص، لا، نبتدي في المرحلة الأولى نثبت بس الدنيا، نثبت الدولار ونثبت الأسعار. ده مش هيحصل من غير الشعب يا ريس. كل ما حضرتك هتمشي معاهم في طريقهم بتاع البنك الدولي وشروطه المجحفة والحاجات دي، كل ما احنا هيبتدي يحصل فرقة ما بين حضرتك وبين الشعب. فلازم دي في مرحلة مفصلية. حضرتك يا إما تختار الشعب، يا إما هنكمل في المشوار مع البنك الدولي ومع أمريكا، وهم دلوقتي الأقوى يا ريس. هم مديننا، وإحنا مش بس وقفنا عند هذا الحد، إحنا محتاجين تاني، لأن إحنا لسه ما قمناش على رجلينا. الفرشة اللي حضرتك فرشتها والبنية التحتية اللي حصلت لم تستثمر إلى الآن بالشكل اللي يجيب عوائدها. فلازم احنا المصريين نتحرك على ده يا ريس. في مخلصين بيساعدوا حضرتك، بس في عباقرة لسه في البلد يا ريس، لازم تنبش عنهم، ولازم يطلعوا في كل مجال وفي كل اتجاه، ولازم الشعب والمواطن يشوف الأمل. حضرتك معاك مقاومات كتيرة جدا للثقة من المصريين في حضرتك، وتقدر تاخدهم في رحلة طويلة لبناء الوطن. مؤهل، الشخص الوحيد الذي اللي هو مؤهل لده. ولا أتيحت هذه الفرصة للرئيس جمال عبد الناصر، ولا أتيحت للرئيس السادات، ولا أتيحت للرئيس مبارك، لكن هي الفرصة دي متاحة لحضرتك. أرجو أن حضرتك تستغل هذه الفرصة سريعا، ويحصل تواصل ما بينك وبين الشعب، مصالحة ما بينك وبين الشعب في كل الملفات العالقة اللي مزعلة الناس، ونبتدي نتحرك في ظهرك يا ريس لبناء الوطن بمشروعات قومية حقيقية قوية يشارك فيها الوطن والمواطن باستثمارات مصرية. احنا بلد غنية يا ريس، احنا في عندنا تحت البلاطة كتير، بس المستثمر بيخاف اللي جوه قبل اللي بره. فلازم الأول نحترم بعض كلنا، ولازم نتحرك سريعا لبناء الوطن قبل ما الديون تغرقنا وأعدائنا يتمكنوا مننا يا ريس. تحياتي، وأتمنى رسائلي دي توصلك. تصبحوا على خير.